ان شاء الله عاملين تحدي للثانويه العامه في 35 يوم. لو عايزين تنضموا معايا للتحدي فهي ليها 3 شروط بس. الشرط الاول ان انت تبدا بجد مع نفسك، اللي هو تقول خلاص يعني جو بقى الدلع وان انا كنت فيه ده وبذاكر لي بقعد في الدرس يوم كامل ده ما خلاص ننساه. بس انت لو قعدت بالدرس يوم كامل انت تخلص المنهج ان شاء الله في الكليه، يعني انت ان شاء الله كنت دخلت الناس دخلت الكليه وانت لسه قاعد بتخلص لي في الدرس. فالفتره الجايه محتاجين نضغط جامد. طب تاني حاجه، لو انا كنت بقصر في الصلاه ارجع اصلي، لو انا مقصر عموما في عباداتي ان انا مثلا بعملها سواء الاذكار سواء القران سواء الورد ارجع تاني. تالت حاجه وان انا خلاص اقنع نفسي، اقنع علي اللي هيوديني في داهيه ده، ان الوقت اللي جاي مش قد اللي راح، خلاص باقي شهرين تقريبا او اقل كمان. اقل ليه؟ علشان حضرتك في ايام للمواد التي لا تضاف للمجموع حضرتك هتقعد تذاكر فيها. رابع حاجه المفروض ان انا اكون عامل خطه امشي عليها الفتره الجايه، لان الفتره الجايه لو انت بقيت عشوائي الايام هتضيع منك جدا جدا جدا. طب انا مش عارف اعمل خطه صراحه والدنيا بايظه معايا. انا قلت لكم ان شاء الله بصوا الجدول بجد شكله يفتح نفسي بجد. يعني انا تحمست ان انا اذاكر معاكم منهج ثانويه عامه مع اني خلاص خلصتها، بس متحمسه. المهم ان شاء الله الجدول هيكون بالظبط 5 ورقات، هم 5 ورقات من دول في ورق بس لسه ما اتعملتش هعملها. هيكون في المنهج كامل للناس اللي مأجله حتى عشان تتفرج معايا، والناس اللي مقسمه او معاها المنهج بالكامل. المنهج هيكون بالكامل حتى جيولوجيا هيكون بس 7 ابواب تمام. لكن ثانويه عامه 2025 اليوم اللي هتلاقي عندك فيه الفصل مثلا الرابع جيولوجيا هتعمل سكيب وتروح تذاكر لي، هتروح تراجع لي على حاجه من الايام اللي انت كنت مقصر فيها فوق في الايام اللي انت ذاكرتها بدل اليوم اللي مكتوب فيه جيولوجيا تمام. والفرنساوي هتذاكره برده معايا لانك لو ما ذاكرتش فرنساوي ثالثه ثانوي هتشيله. بجد انا اعرف واحده صاحبتي كانت مش مهتميه خالص بالمواد التي لا تضاف وشالت احصاء كانت جايبه تقريبا 92%، وطبعا فرحتها راحت لانها طبعا راحت تمتحن دور تاني. فبرده ما تهملش المواد التي لا تضاف وبرده ما تداش اكتر من حقها، يعني انت ذاكرها ولكن يعني مش قوي فاهمين. طيب هينزل لكم ان شاء الله فيديو يوم الخميس على قناه اليوتيوب بالجدول ده ان شاء الله باذن الله، وكمان هقول لكم ازاي بقى تستخدموه او ازاي ال 35 يوم تذاكروا فيها قدر المستطاع وازاي تزودوا الانتاجيه بتاعتكم. واقول لكم انا كنت بعمل ايه، لان انا لميت المنهج في 35 يوم مش 35 يوم، كان حاجه و40 يوم بس طبعا عشان كان لسه يعني الكلام ده كان من شهر، فانا كنت في الفتره دي تقريبا كنت انا خلاص خلصت المنهج بتاعي. كنت بدات بقى بظبط تاني الحاجات اللي واقعه مني، طبعا اكيد في حاجات واقعه مني كتير برده بعد ما خلصت الجدول وظبطت في المراجعات عادي جدا. فالمهم ان شاء الله هنزل لكم فيديو بكل التفاصيل اللي انتم محتاجينها. مش هتحتاجوا اي حاجه غير انتوا الفتره الجايه تكونوا عاملين لي فولو سواء على تيك توك سواء على اليوتيوب، لانكم ازاي تتعاملوا مع كل يوم وكمان تسمعوا الفيديوهات منين، عشان انا كنت بسمع يوتيوب. فان شاء الله احاول انزل لكم الفيديوهات اللي انا كنت بسمعها، احاول ان شاء الله لان طبعا مش فاكره، لان في مدرسين يا جماعه بجد انا اكتشفت اكتشاف غريب. انا كنت في بلاي ليست عندي مثلا اللي هو بتاعه المنهج اليوتيوب اللي انا ماشيه بيه بقالي 50000 سنه موجود معايا، فانا كنت بحط كل باب في بلاي ليست كده. فالمهم انا بشوف كده البلاي ليست القديمه بمسحها لان خلاص بقاش ليها استخدام عندي. المهم لقيت المدرسين عاملين فيديوهات برايفت والله العظيم. يعني تخيل مثلا مدرس منزل فيديو مثلا مفيد جدا للطلبه وتلاقيه راح عامل فيديو برايفت. طب ليه يا مستر؟ ما ليه يا مستر ما سيبه يا مستر تروح تستفيد منه؟ لا بيعملوا برايفت عشان طبعا المنصات. فاكتشفت تقريبا 3/4 المدرسين ان انا كنت عامله لهم بلاي ليست الفيديوهات اللي انا كنت بتفرج عليها المدرسين عندها برايفت. فان شاء الله هحاول اشوف لكم فيديوهات جديده. وبرده الناس اللي تقول لك سلمى ده فيديو السنه اللي فاتت، ما هو نفس المنهج، ما هو نفس، هو المنهج حاصل فيه حاجه؟ نفس المنهج من ايام اجدادنا والله العظيم، هو نفس المنهج ما اتغيرش. ان شاء الله هحاول انزل لكم الجدول يوم الخميس ان شاء الله ان شاء الله بجد والله العظيم. الجدول تقريبا انا قاعده من الساعه 5 دلوقتي الساعه 9 عشان ارتبه بالطريقه دي بحيث ان يكون شكله كويس، والناس عايزه تطبعوا والناس عايزه يكتبوا براحتكم. يعني انا هنزله لكم متصور على جروب التليجرام. جروب التليجرام هتلاقوا اللينك هنا في التيك توك، او لو انتوا على اليوتيوب هتلاقوا اللينك في اول، لا مش اول كومنت عشان بنسى اضيف الصراحه اللينك، هتلاقوه في الديسكربشن او هتلاقوه في الوصف بتاع القناه. وان شاء الله الكومنت اللي بتتبعت لي الفتره دي كتير جدا جدا، فانا بدل ما ارد على الكومنت لوحده تاكدوا ان انا بشوف كل الكومنت انا بشوفها. شايفين بجد كل كومنت بشوفها بنفسي. حتى مثلا حد من التيم معايا اللي هو كان ماسك الاكونتات هو كان بيرد عليكم اصلا، قلت لهم لا يا جماعه الفتره دي انا عايزه اكون مع اخواتي، عايزه اشوف اسئلتهم عامله ازاي، عايزه اشوف المشاكل اللي هم بيواجهوها علشان هرد عليها بنفسي تمام. طبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا، ان شاء الله ربنا يفك كربهم، وكمان ما تنسوش تدعوا لي كتير 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 عشان محتاجه دعواتكم، وما تنسوش تصلوا على النبي، وبحبكم جدا جدا. باي باي. سوري الناس اللي بتقول باي باي غلط. والسلام عليكم.